فتحة حوض الحمام كارثة في حمامك بجد. فتحة حوض الحمام كارثة في حمامك بجد وانتي ما تعرفيش. فيديو النهاردة مليان افكار وحيل، وهقولك ازاي فتحة الحمام دي كارثة كبيرة قوي في حمامك وكلنا ما نعرفش. نبدأ على أول فكرة معايا كلنا. لو بنستخدم عيدان الكبريت في المطبخ إيدينا بتبقى مبلولة مزيتة، فبتأثر على الحتت اللي بنولع منها عود الكبريت، فما بيولعش وبنبتدي نرميه وندور على غيره فمنلاقيش، فبيحصل لنا مشكلة. ايه بقى الحل للموضوع ده؟ هنجيب برطمان زي ما انتوا شايفين كده، وهنقص الحتة بتاعت الكبريت اللي انتوا شايفينها دي، وهعلقها كده او انا هلزقها كده على ال ال البرطمان اللي انتوا شايفينه دوت بالشمع زي ما انتوا شايفين. تمام كده، وهيتحط كده من ناحيتين. عايزه اقولك بقى يا جماعه، يعني بجد بجد الفكره دي حلوه جدا. والبرطمان ده بقى هيقعد هتمليه بقى بالكبريت زي ما انت عايزه، وبكل سهوله كده، وهتحطيه جنب البوتاجاز، ولا بقى هيتبل ولا هيبوظ، لانك هتمسكي البرطمان من الناحيه التانية بعيد عن ايدك. الفكرة اللي بعد كده، كلنا بنعاني بقى من الذباب والناموس. صيف شتاء يا جماعة بالذات بيكتر قوي في فصل الشتاء. فانا اقول لكم على فكرة حلوة قوي هتساعدنا ان احنا نطرد الناموس والذباب من البيت. بصوا شايفين ده كده، دي معلقة بن، وده البخور، اي بخور بقى، اي نوع بخور انت بتستخدميه. تمام، زي ما انت شايفة كده، ده عود بخور. انا مليته كله بمعلقه البن زي ما انتوا شايفين، وما تقلقيش البن هيثبت فيها ومش هيقع. تمام كده، وهتبتدي ان انتي تفتحي كده عود البخور يعني تشغليه. وبصوا بقى الفكرة التانية الحلوة قوي، انك ما تحطيش عود البخور بالشكل ده، هتلاقي الرماد بيقع على الارض. هتحطيه كده بالراحة خالص، ما تخافيش مش هيطفي. هتقلبيه كده على وشه، والريحة هتطلع والدخان هيطلع، ولا هيطفي ولا أي حاجة. في نفس الوقت هتريحي بقى دماغك خالص من مشكلة الرماد اللي بيقع على الأرض. الفكرة اللي بعد كده يا جماعة، ازاي نحفظ الخضرة بالذات بعد الأسعار الخيالية للخضرة. الخضرة غليت جدا يا جماعة، بدل ما تبوظ مننا ونرميها في الآخر. ده جرجير عندي وأنا مش عايزاه يبوظ، فهحطه في كيس زي ما انتوا شايفين كده. وكل اللي هجيبه معلقة بس كده، معلقة ستانلس، وهحطها مع ربطة الجرجير اللي انتوا شايفينها دي، وهقفل عليها وهحطها في التلاجة. وحتى لو ما حطيتهاش في التلاجة وهتقعد بره برضو اطول فترة، يعني على الاقل هتقعد مثلا لو في التلاجة هتقعد حوالي اسبوع خضرة زي ما انتوا شايفين كده. الفكرة اللي بعد كده، أحسن مطهر يا جماعة تطهري بيه الحمام، أو تطهري بيه التلاجة وانتي بتمسحيها، أو تطهري بيه الأرضيات، هو البتادين. هتلاقوا كده مكتوب عليه ضد البكتيريا والفيروسات والفطريات. حلو جدا يا جماعة في تطهير البيت. حطي بس معلقتين منه على جردل مسح الأرضيات بتاعك، وهتشوفي النتيجة بنفسك. بجد بجد تحفة. الفكرة اللي بعد كده، كلنا طبعا في لبس الشتاء بنعاني من الوبر يا جماعة. الوبر ده مشكلة كبيرة جدا في لبس الشتاء، بيكون جايبين الحاجة وتبوظ بسبب الوبر. احسن حاجة ان انتي ما ترميش المكن بتاع الحلاقة كده اللي عندك القديم، هتجيبيه وهتستغليه في فكرة حلوة قوي، ان انتي هتشيلي الوبر من الهدوم زي ما انتي شايفة كده بكل سهولة بتطلع. وهقولك كمان بنضفها بطريقة سهلة جدا، بنضفها بخلة اسنان، بيطلع كل الوبر منها بخلة اسنان، مفيش اي مشكله وبيطلع بكل سهوله. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم والله الكاميرا مش مبينه، بس بجد بجد بيقع من الوبر، بيقع من الملابس. وكل اللي هتعمليه بس هتنفضيه كده، وبصوا بكل سهوله اهو بينضف بخله الاسنان زي ما انت شايفه كده. شايفين الوبر بيطلع ازاي؟ يا ريت تكون الكاميرا مبينه. الفكره بقى الحلوه قوي 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 ديت وهتعجبك جدا. كلنا يا جماعه بنعاني كلنا بقى بنعاني من مشكلة الحبهان اللي ممكن يجي تحت اسناننا واحنا بنشرب شوربة، او بناكل رز بسمتي، او اي حاجة فيها حبهان. فانا كل اللي هعمله هخرمه كده بخلة الاسنان زي ما انتوا شايفين كده.
حسب بقى الكمية اللي انت عايزة تحطيها، عايزة تحطي 2 عايزة تحطي 3، اي كمية بالشكل ده. وهتبتدي ان انت تحطيها في الشوربة او تحطيها في الرز، وبعد ما تخلص الاكلة اللي انت هتعمليها هتشيليها زي ما هي، هتاخد طعم الحبهان، وفي نفس الوقت محدش يعني هيعاني من مشكلة الحبهان اللي بيجي تحت الأسنان. في مشكلة تانية بتقابلنا، الرطوبة اللي بتدخل جوه السكر بالذات في فصل الشتاء. كل اللي هنعمله هنحط كورة من ورق الفويل زي ما انتوا شايفين كده، كرة واحدة من ورق الفويل هتغنيكي عن اي رطوبة. المشكلة بقى الكبيرة قوي هي الفتحة دي في حوض الحمام يا جماعة. كلنا بندعك الحوض كويس قوي وبيلمع، وبنفرح قوي بلمعانه زي ما احنا شايفين، الحوض بيلمع وجميل قوي. بس في مشكلة بقى هتشوفوها في الحوض، المشكلة الفتحة دي. شايفين يا جماعة كمية الاتساخات اللي جوه الفتحة دي، وانتوا متخيلين كمية الحشرات والبكتيريا اللي ممكن تطلع من الفتحة دي، والريحة الوحشة اللي بتكون في الحوض او في الحمام. عايزه اقول لكم بيطلع منها كميه حشرات وكميه يعني هاموش كده صغير في الحمام. فطبعا هقول لكم ازاي بقى نحل المشكله دي. اول حاجه انا هجيب شويه مسحوق، وسواء بقى مسحوق جل او مسحوق عادي، وهبتدي ان انا اجيب فرشه اسنان قديمه وادعك كده زي ما انتم شايفين. هدعك كويس قوي قوي بحيث كل الاتساخات الموجوده دي تطلع، مش مجرد دعكة ولا 2، لا هدعك كويس قوي بطريقة دائرية كده زي ما انتوا شايفين. تمام. عايزة اقول لكم والله يا جماعة المكان ده بالذات مشكلة كبيرة جدا في الحمام، مشكلة كبيرة بجد. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هبتدي ان انا بعد لما اخلص بقى دعك واشطف الحتة دي، هجيب بقى غطا كلور. معلش بس انا عشان بصور بايد واحدة، غطا كلور، وهبتدي ان انا اعقم المكان ده. غطا كلور بالسرنجة كده، هاخده بالسرنجة هسحبه، وعشان انا طبعا مش هعرف ان انا ادخل ال اي حاجة ادخلها في الفتحة دي غير بالسرنجة. هنجيب بس السرنجة وهنحطها في الفتحة دي. عايزه اقول لكم هتتعقم جدا. شايفين يا جماعه بقت نظيفه ازاي؟ بقت نظيفه وزي الفل. تمام. ولو عايزه تحطي معطر فيها مفيش اي مشكله. بعد بقى كده حاجه كده فكره حلوه جدا، لو عايزه تعطري الحمام ويفضل ريحته ثابته فتره طويله، هناخد سرنجه من المعطر اللي انت بتحبيه، وهنحطه في ركن كده اركان الحيطه بتاعه الحمام بالشكل ده على السيراميك، على السيراميك مش على الارض، عشان ميه ما تجيش عليه ويطير او يروح. لا كده احنا بنحافظ على الريحه لاطول فتره ممكنه. يا ريت بقى تحطي لي لايك كده يا ست الكل، ويا ريت افكاري تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.